سلام سلام، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس يا الحباب. شوفوا معايا اليوم جبت لكم كيك اقتصادي ديريه فيه وقفه. شوفوا لي الله يبارك، هذا الكيك شحال يجي طري وخفيف للداخل. درته بالكاوكاو المطحون والزبيب وزدت معاهم الفرون تاع الكراميل اللي يعطي هذا القوام المشمخ. اذا راكي حابه الوصفه وكل الاسرار ما عليك غير تكملي معايا الفيديو حتى الاخير، لكن قبلها جيم واشتراك وبارطاجيو الفيديو احبتي باش نستمروا في العطاء. يلا بسم الله. اول حاجه نعملوها نروحوا للزبيب تاعنا، نغسلوه ونقوه مليح ونشفوه مليح مليح من الماء. من بعد نضيفوا له ملعقه فرينه ونخلوه بجنب، نخلوه داخل الفرينه بجنب، ونروحوا نسخنوا الفور تاعنا على 180 درجه ونخلوه يسخن على جنب. نروحوا للمكونات الجافه، نديروا كاس وربع تاع فرينه تقريبا 200 غرام، ونديروا معاه كاس الا الربع كاوكاو مطحون تقريبا 60 غرام، وحده خميره اللي هي 10 غرام، ونخلوهم الكل مع بعضهم نخلطوهم ونحطوهم بجنب. كما قلت من قبل في هذه الاثناء درنا الفور تاعنا يسخن على 180 درجه، فكي نكملوا نتلاقاو به سوا سوا. نخلو الخليط الجاف تاعنا بجنب ونروحوا للخليط السائل. نحتاج 3 بيض كاملين، 3 حبات بيض بحراره الغرفه. دائما البيض كي نبغوا نخدموا به نجبدوه من الثلاجه ونحطوه بجنب. 3 ونضيفوا له ملعقه فانيلا وكاس الا الربع سكر اللي هو تقريبا 140 غرام سكر عادي طبعا، مع ملعقه الفانيلا اللي قلنا عليها، ونخلطوا الكل بالمضرب الكهربائي. ثم نضيفوا له ذره ملح، هذه ذره ملح دائما ضروريه نديروها مع البيض، ونطلعوه مليح حتى يولينا رغوي. ثم نضيفوا له نصف كاس زيت. دائما الزيت كي نضيفوها نكونوا نخلطوا ونضيفوا بالتدريج حتى وين نكملوا الكميه تاعنا. من بعد نضيفوا كاس الا ربع حليب. بعد ما نضيفوا الزيت ونخلطوا الكل نضيفوا كاس الا ربع حليب مع مواصله الخلط طبعا بالمضرب الكهربائي. ثم نروحوا نضيفوا ملعقه تاع فلو كراميل، هذه اللي تخلي لك الكيك تاعك مشمخ من الداخل. نخلطوها مليح في الخليط احبتي، مشاركه باش نستمروا في العطاء. ثم نضيفوا الخليط الجاف تاعنا، طبعا الفرينه مغربله، ما نديروش الفرينه مباشره هكا، نغربلوها من قبل هي والخميره تاع الحلوى دائما مغربلين. نوصلوا الخلط بالتدريج هكذا. ثم نروحوا للزبيب تاعنا اللي كنا خلينه في الفرينه من قبل، نغربلوه مليح، ما نخلوش كامل الفرينه فيه، وهو نضيفوه اخر مرحله. نضيفوه اخر مرحله للخليط تاعنا مع التحريك، ما نحركوش بزاف، نوزعوه على الخليط، نحاولوا نوزعوه على كامل الخليط. هذه الحيله تاع اللي نديروا الفرينه على الزبيب تساعدنا باش الزبيب ما يهبطش للاسفل في القاع الكيك ويبقى في القاع، باش يتوزع بالتساوي على الكيك تاعنا. نروحوا للمول تاعنا اللي طول تاعو 25 سنتيم وارتفاعه 6 سنتيم، كنا طليناه بالزبده ودرنا له الفرينه وحطيناه في الثلاجه. كي جينا نستعملوه خرجته وراني ندير فيه الكيك، فرغت فيه الكيك هو بارد. هذه ثاني حيله باش الكيك تاعكم ما يلتصقش. ثم نديروه في فرن مسخن مسبقا على 180 درجه. لما ينضج نغطوه بقماشه ونخلوه يبرد في المول تاعو باش يبقى لنا مشمخ، وهنا ونخلوه بجنب يبرد. وهنا نروحوا نحضروا الصوص كراميل تاعنا، نديروا لها كاس سكر عادي، نخلوه حتى وين يتكرمل على نار هادئه. طبعا دائما نار هادئه تكون الكراميل نخدموها بالنار هادئه. لما يتكرمل نبقاو نخلطوا فيه، نواصلوا الخلط بدون توقف حتى وين يذوب لنا السكر تماما. نضيفوا له ملعقه زبده او مارغرين.
مع الخلط بدون توقف على نار هادئة حتى وين نذوبوا كامل الزبدة تاعنا. نضيفوا له كأس إلا ربع حليب. راح يتكتل لنا الخليط مع الأول. احنا نواصلوا الخلط ما نحبسوش، نبقاو نخلطوا فيه حتى وين هذيك الكتل كامل تذوب في الخليط. نواصلوا حتى يولي لنا الخليط ثقيل. كما راكي تلاحظي راح يتكتل لنا، مره نرفدوه مره نرجعوه للنار. النار دائما هادئه مع الخلط المستمر. ما تخافيش راح يذوب هذه الكتل راح تذوب وراح نصفوه فيما بعد ما يتخثر لنا الخليط كما هذا الشكل. نطفوا النار ونضيفوا ذره ملح. هذه ذره ملح راح تعدل الطعم تاعو، ذره فقط. نخلطوها مليح ونصفوا الخليط تاعنا ونحطوه بجنب يبرد. النتيجه هكذا، شوفي كراميل. قد ما تخليه يبرد قد ما يزيد يثقل، ما تخافيش عليه. كل ما نعاود نرجعوه تبقى لنا طري. بعد ما الكيك تاعنا برد تماما والكيك نحطوا فوقه الكراميل تاعنا بارده هي ايضا. ما تنساوش مشاركه فيديو احبتي باش نواصلوا، باش القناه تاعنا تستمر في العطاء احبتي، فضلا وليس امرا. نطلب الكيك تاعنا من الفوق كامل. اي استفسارات احبتي خلوها لي في الكومنتات، راح نجاوبكم عليها باذن الله. زينت كلمسه بالكاوكاو. صدقوني طعم رائع تاع الكاوكاو والزبيب، راح يعطيله طعم رائع. وراح ديروه في وقفه ساهل ماهل، مناسب للشاي وللقهوه. واخيرا احبتي لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. بارطاجوا احبتي وجيم وتعليق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله.